بنتي هي السبب في اللي انا فيه. كنت قاعده كده وحاطه ايدي على خدي وكسلانه اقوم اشوف اللي ورايا. وفجاه يا جماعه لقيت الدنيا بتشتي. لقيت بنتي تاني يوم لقيتها بتقولي بقولك ايه، انت هتفضلي قاعده حاطه لي ايدي على ايدك على خدك، وكل ما نقولك يلا قومي بقى عايزين نفرش السجاد، الجو خلاص شتا وخلاص ما عادش بقى الشتا على الابواب زي ما بيقولوا. قلت لها يا بنتي دي تذكره بس. قالت لي ايوه الشتويه دي تذكره بس. طيب ما احنا شوية كده وهنطلع الشتوي، والشقة لازم تتفرش، ورانا حاجات كتير. قومي يا ماما بلاش كسل. قلت لها والله يا فوفو انا زهقانة خالص ومش قادرة اقوم اعمل اي حاجة، حاسة ان جسمي متكسر، بطلع من دور برد ما بلحقش يوم وادخل فيه تاني. قالت لي بصي مش مشكلة، خدي علاج للبرد، قومي يلا نتنشط، انا هسبقك على فوق ويلا حصلين. ولقيتها طلعت فرشت القياس وحطت السجادة، وانا قمت جايه جايبه الحاجات كلها اللي هنغسل بيها السجاد، وبقت هي تغسل شوية في السجادة وانا اغسل شوية، وتوكلنا على الله. بجد مفيش احسن من ان تلاقي اي حد كده بيشجعك ويقولك يلا نقوم نشوف كده اللي ورانا. انتي كمان انا بشجعك، انا لقيت اللي بيشجعني. لو انتي مش لاقي حد يشجعك، خدي الطاقة الإيجابية من الفيديو ده وقومي تشجعي، وقومي يلا نضفي كده وابدأي بتنظيفات الشتاء. خلاص ما عادش حاجة على الأبواب. كلكم عارفين إن أهم حاجة نغسل سجاجدنا، نغسل البطاطين، ننضف المطبخ. هتحسي إن كل اللي وراكي كده يعني خلاص اتشال كده من اللي عليكي. يعني تبقى حاجات بقى اللي باقي كله حاجات سهلة وخفيفة، انك بقى تجري تحت السراير او تجري الركنة بتاعتك، او تغسلي بقى اي حاجة، البوتاجاز تغسلي التلاجة، تنظفي، الكلام ده هيبقى مقدور عليه. لكن الحاجات اللي هي بتنشف وعايزة شمس ابدأي بيها الأول، إذا كان سجاد أو بطاطين. ويلا نبدأ بقى المقدمة بتاعتنا، واتأخرت عليكم فيها. يا صباح الخير، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، يا صباح كل حاجة حلوة. وقبل أي حاجة نصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم في الكومنتات. بصوا بقى تعالوا كده نشوف الخلطة الجبارة اللي بشتغل بيها لكل السجاد بتاعي. عايزة اقول لكم الخلطة دي بتجيب من الاخر. ده كلوريكس الوان مع شوية كده من مسحوق الغسيل. اي مسحوق غسيل انتي بقى بتجيبيه. ده كمان ملح ليمون. ملح الليمون بقى السر فيه. الخلطة دي مجموعة كده مع بعضها بتعمل تفاعل كده، يعني بينضف لك السجاد، بيخليه زي الفل. ناس كتير قوي دخلوا قالوا لي يا ملوكة ده احنا السجاد بتاعنا مش بينضف نفس نوع السجاد بتاعك ده. قلت لهم الخلطة دي بتجيب كده من الاخر. بصوا بحط كمان شوية كده من سائل المواعين، شوية من سائل المواعين، شوية من مسحوق الغسيل، كلوريكس ألوان، وكمان بحط عليهم معلقة كبيرة من ملح الليمون أو معلقتين كبار، وبحط عليهم بقى مية وأقلب كل الخلطة دي مع بعضها. طبعا بحط السجادة بحطها عليها مية، وارجع احط بقى شوية من الخلطة وامشي كده بالفرشة، الفرشة اللي هي الطويلة دي ام ايد، بمشيها كده عليها كلها، واسيبها مثلا قيمة 10 دقايق. بعد كده بشتغل بقى بالفرشة الصغيرة. تمام. كل سجادة بعمل فيها نفس الحوار. اجيب الخرطوم ابل السجادة كده بالمية، وبعد كده بحط من الخلطة بتاعتي وامشي عليها بالفرشة اللي هي لها ايد دي، واسيبها حوالي 10 دقايق. وبعد كده بتسهل عليا بقى اجي بقى ادعكها بالفرشة الصغيرة، بتبقى زي الفل. طب ايه ده انت بتحطي ليه شويه كده من مسحوق الغسيل؟ عايزه اقول لكم ان السجاد بتاعي في حتت فاتحه جدا جدا جدا، فلازم ان انا احط بقى شويه كده من مسحوق الغسيل كمان على السجاده في الحتت اللي هي الفاتحه. خاصه كمان ان اول سجاده غسلتها فبدات الخلطه بتاعتي تقل، فزودتها ميه بس، فقلت بقى احط هنا شويه من مسحوق الغسيل، وفي الميه زودتها حطيت لها كلوريكس الوان، شويه كلوريكس الوان. بصوا شايفين الفرشة دي ناعمة بقى، مش من الفرش اللي هي الخشنة اللي بتبوظ السجاد. لما تيجي تجيبي فرشة لغسيل السجاد هاتيها فرشة يكون الشعر بتاعها ناعم، مش خشن اللي هو بقى بينتش السجاد. بعد كده بنبدأ ان احنا نشطف زي ما انتوا شايفين كده بالخرطوم. بعد كده اخد انا بقى من فوفو الخرطوم وابدأ ان انا امسكه واشطف، وهي تشد كده بالمساحة. وكل سجادة بنشيلها بنضغط عليها، بعد ما بنلفها بنضغط عليها كويس جدا جدا عشان نعرف نشيلها، ونحطها على الجدار هنا تتصفى شوية، وننقل الصفة اللي قدامكم دي الأولانية هننقلها هناك الناحية التانية، ونحط دي هنا
ليه بقى؟ لان بتبقى المغسوله دي اللي احنا بنشطفها دي دلوقتي بتبقى اتقل، تاني بتبقى صفت ميتها. هتيجوا تقولوا لي بقى الصبة ومش الصبة، عايزه اقول لكم انا مش كل يوم بغسل سجاد، دي اول نقطه. تاني نقطه، في صرف هنا. تالت حاجه، ادعوا لي كده ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعمل يعني الحته اللي بغسل فيها دي نعملها سيراميك ان شاء الله. شايفاكي يا اللي لسه ما عملتليش لايك ولا كتبتيلي كومنت محفز، فين؟ تسلم ايديك يا ملوكه، فين؟ بصوا بقى اللي هتيجي تقولي خلي بنتك تعيش سنها، لان الكومنت ده جالي يا جماعه وانا فاتحه، كنت فاتحه لايف، ولقيت واحده بتقولي خلي بنتك تعيش سنها، بنتك لسه صغيره على الحاجات اللي هي بتعملها دي. لا، بنتي في تانية يا جماعه، ماشيه يعني سنها كده ماشي في ال20 سنه، هي يعني قفلت ال19 سنه، فما عادتش صغيره، فان هي بقى تساعدني. وعايزه اقول لكم بقى ان ام لوكا وهي ما كانت بتبدأ تساعد مامتها، كنت انا في تانية ابتدائي يا جماعة، تخيلوا. كنت في تانية ابتدائي وبعمل كل حاجة، يعني كنت بنام بدري واصحى بدري، وادخل كده بقى امسك الحوض، افضل ادعكها وانضفها، امسك الشقة اروقها واخليها زي الفل، بتبقى ماما نايمة، او مثلا تصحى تروح السوق تيجي تلاقيني مشطبة الشقة ومخليها زي الفل وانا صغيرة خالص والله. واخلص امسك السلم الاقي نفسي قاعدة ملانة، حاسة بملل، حاسة ان انا طول ما انا بشتغل بحس كده بنشاط، بحس بحيوية، بحس كمان ان انا في وقت كده بقضيه في حاجة مفيدة. هفضل قاعدة كده حاطة ايدي على خدي. طبعا زمان بقى كان مفيش بقى تليفونات ولا في الكلام ده خالص، كان التلفزيون وكان بيشطب بدري. ايام الزمن الجميل، وانا ما كنتش غاوية تلفزيون قوي يعني، فاهمين؟ فكنت بنزل كمان عند ننتي الله يرحمها ام ماما، احنا كنا عايشين معاها في نفس البيت، كنت بنزل برضو اشوف اي حاجة عندها كده اعملها لها. فالنشاط والحيوان مفيش احسن منه يا جماعة والله. بس عايزة اقول لكم بقى لما بنكبر كده في السن، النشاط والحيوية ده بيقلوا، التعب بقى في العظم زي ما انتوا عارفين، كلام من الكلام ده. بس ايه يعني هنعمل ايه؟ لازم نقوم نشوف اللي ورانا برضو، لازم يعني انتي لو ما قمتيش شفتي اللي وراكي هتخلي مين يجي يشوفه؟ في ناس بقى بيخشوا برضو يقولوا لي ايه يا ملوكة كبري دماغك وانت وديتي السجاد المغسلة. عايزة اقولك ان المغسلة مش بتغسل لك السجاد ولا بتنضفه زي ما انتي بتغسليه، والله العظيم. يعني انا بعدي على كام مغسلة بلاقيهم غاسلين السجاد وناشرينه، والله العظيم بيبقى شكله مش نظيف خالص. دي اول نقطة. تاني نقطة، فين الفلوس يا جماعة؟ انتي يعني هتصرفي على ايه ولا ايه ولا ايه؟ عايزة اقول لكم العيشة بقت غالية، كفاية الاكل والشرب، مصاريف ولادك اللي في المدرسة، دروس، بيدفعوا دروس قد كده، مصاريفهم مصاريف ايديهم، ما يعني اقول لك ايه، العيشة بقت غالية، مش مستحملة بقى ان انا استهتر بكل حاجة في حياتي. طب ما نتنشط كده مع بعض، هتجري الدورة الدموية كده في جسمك، وهتقومي تشوفي اللي وراكي وهتبقي شطورة حتى لو تعبانة. والله العظيم زي ما بقولك كده انا بكون تعبانة، بحس ان جسمي وجعني لان انا عندي الغضروف، ادعولي كده ربنا يشفيني كده يا رب. بقوم اخد علاجي عشان ان انا اقدر اقوم اشوف اللي ورايا، شوف اللي ورايا، لان انا لو ما خدتش العلاج هفضل تعبانه، فاهمين؟ طبعا انا عايزه اقول لكم الدكتور كان كاتب لي علينا انا ماشيه عليه على طول، بسط كده العضلات علشان عشان الغضروف، بس انا مش بمشي عليه على طول. بس لما يكون بقى ورايا شغل كتير وحاسه ان جسمي اصلا وجعني، فبضطر إني لازم اخد العلاج عشان اقدر اكمل اشوف اللي ورايا. نوع السجاد ده حريري يا جماعه، عايزه اقول لكم انه ما بينضفش بسهوله، فاهمين؟ الكلام ده انا سمعته من ناس كتير قالوا لي الكلام ده، علشان كده بقول لكم دي اقوى حاجه تنضف لك كده السجاد وتخليه زي الفل. السجاد الحرير بيبقى صعب كده في تنظيفه، فانتي زي ما قلت لك كده هتحطي حاجات كلها كده من البيت، هتحطي اذا كان مسحوق غسيل او سائل مواعين او كلوركس الوان، كل ده موجود في البيت، وملح الليمون كمان. الحاجات دي يعني بصوا خلطة كده جبارة للسجاد، بتطلع اي بقعة فيه وتخليه زي الفل. واهم حاجة حط الحاجات دي المكونات دي على السجادة ومشي عليها الفرشة، وسيبي بقى ايه السجادة تبقى منقوعة بالحاجات دي بتاع حوالي 10 دقايق، ربع ساعة كده، هتسهل عليكي الدعك بقى والتنظيف. هتلاقي نفسك كده بتجري على على السجادة او المشاية وتخلصيهم كده كلهم بكل سهولة. السجاد بتاعي ده انا كنت جايباه في تجديد الشقة لما جددت الشقة،
فجايباه كله بقى كده الوان فاتحه زي ما انتوا شايفين. لكن سجادي القديم بقى كان غامق، فطبعا ما فرشتوش في الشقة، بس انا سايباه يعني ايه، قلت جايز بفكر كده اني في الشتاء لو الجو برد قوي ممكن احط السجاد القديم من تحت واحط فوقيه السجاد الجديد، واحط كمان حوافز. اعمل طبقات، عشان احنا في شهر واحد بيبقى الجو عندنا برد جدا. متضحكوش عليا، ومع اني وقت التنظيف هتنفخ بس مش مشكلة. يعني اجي كده ان شاء الله لو في شهر 12 كده ولا حاجة، اقوم جايه شايله حاطه السجاد القديم واحط عليه كمان السجاد الجديد، وبعد كده احط حوافز. في ناس برضو سالوني يعني ايه حوافز يا ملوكه؟ الحوافز دي بتبقى زي السجاد بس طبقات خفيفه جدا، فبتبقى مش سهل عليك انك تشيلها وتغسليها وتحطها فوق السجاد، تحافظ لك على نظافه السجاد. لان احنا في فصل الشتاء يا جماعه مش هنقدر ان احنا نغسل سجادنا ولا الكلام ده، بيبقى الانسان يعني هل كان اصلا البرد بيتعب لنا العظم من غير اي حاجه، هتعرضي بقى جسمك كمان للميه وللكلام ده، فما اعتقدش. فهنحافظ على السجاد كده بقى ان شاء الله في فتره الشتاء. والجو بيبقى عندنا هنا برد جدا جدا في شقتنا، لان احنا كده جنبنا بحر، فبيبقى عندنا هوا فظيع، الجو عندنا هنا بيبقى برد. علشان كده بقى بقول لكم ان انا ان شاء الله ناويه ان انا افرش القديم وفوق الجديد وفوق الحوافظ. شفتوا بقى؟ هقوم جايه شايله الحافظه منفضاها وممشيه كده ايه على السجاده من فوق بالمكنسه، وحاطه الحافظه تاني، هتفضل بقى السجاد نضيف كده وزي الفل. هنعدي شهر واحد واتنين وخلاص وشكرا. اياك بس شهر 12 ما يبقاش برد هو كمان، بس عادة الجو عندنا بيبقى برد جدا من بداية شهر واحد. وهانت بقى هنخلص سجادنا وقربنا اهو نخلص، وان شاء الله هتشوفوا سلسلة تنظيفات الشتاء. بدأت معاكم بكنس السطح عشان نغسل السجاد، غسلنا السجاد بعدها على طول ان شاء الله هنزل لكم بروتين تنظيف المطبخ بإذن الله. وكده ما عادش بقى غير البطاطين، هاخد كل يوم كده بطانية بجانب بقى، وانا بغسل كل يوم بطانية هنضف كده أوضة. هجيب بقى من تحت السراير، تحت السرير بتاعي، البنات ما عندهمش تحت السرير فاضي، لا ده دراج، يعني هم هيرتبوا بقى اوضتهم كده ويخلوها زي الفل. لكن ان شاء الله هصور لكم بقى الاوضه عندي بقى، وانا هشيل المراتب وانضف كده تحت السرير، وابدا ارص الدولاب برضو الشتوي والكلام ده، وهجر الركنه. الفريزر بقى قبل كل ده هغسل الفريزر، عشان برضو ايه بيتلج من اقل حاجه كده في فصل الشتاء. وهنا كنا خلصنا خلاص كل سجادنا، هنشد بقى المية علشان برضو الصب ما تبص ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم زي ما خدتوا كده مننا الطاقة الايجابية وتقومي تتشجعوا وتقومي تشوفوا اللي وراكي، كومنت حلو بقى لملوكة، لان بجد انا بحبكم جدا جدا جدا، وانا قناتي مش هتكبر الا بيكم انتوا. بتمنى منكم لما تشوفوا الفيديو يكون في تفاعل، لايك وكومنت. بحبكم.